عشان الناس تفطر، وفي مدفع رمضان هيبقى بعد اذان المغرب على DMC، ده عشان الناس تفرح. هتقول لي اعمل ده ليه؟ اقول لك عشان باختصار شديد الناس عايزه الجديد يا ليفا. في مدفع رمضان قبل اذان المغرب ده عشان الناس تفطر، وفي مدفع رمضان هيبقى بعد اذان المغرب على DMC، ده عشان الناس تفرح. هتقول لي اعمل ده ليه؟ اقول لك عشان باختصار شديد الناس عايزه الجديد يا ليفا. نفهم من كده ان محمد رمضان عامل حاجة في رمضان السنة دي، بعيد طبعا عن المسلسلات، لا عامل حاجة منعرفش بقى، هو اعلان، برنامج، مش عارفين. هو نوه دلوقتي او صرح ان في حاجة هتحصل بعد اذان المغرب، هي شبه وانا حاساه برنامج، انا مش عارفة حاساه برنامج عشان هو بيقول لك بعد اذان المغرب، يعني كون ان هو بعد اذان المغرب يبقى كده في ايه، في مدفع رمضان، في مدفع رمضان بعد اذان المغرب. طبعا هنعرف التفاصيل كلها بعدين. وعايزه اقول لكم ان هو كان بينوه عن الفيديو ده، وان عن مدفع رمضان ده بردك بدعايه كده، بردك كده ايه، من كام يوم. تعالوا اوريكم الفيديو، يلا بينا. الشارع هنلاقي نجم كلها رفع حبوب جراها ومقطع البطاقة، واحنا نجم مش هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ قلت له افتح قناة DMC واستنى مدفع رمضان عشان تفطر. شفتوا؟ يبقى ده في حاجة في على DMC مدفع رمضان ده، بقى هيطلع ايه، برنامج ولا ايه مش عارفين. طب تعالوا نخش الكومنتات يمكن نعرف فيه ايه. تعالوا يمكن نعرف فيه ايه بالظبط. بقيت استنى فيديوهاتك كده، يبقى رمضان كريم قوي بقى، باختصار شديد الناس عايزة الجديد. ايه تاني؟ هو مش عارفين بس كده. هو يا جماعة حتى بصوا هنا مسلسلات رمضان، فعايز الفت انتباه بعض القنوات ان بلاحظ انكم بتحطوا البوسترات في الشارع وتحطوا فوق دماغ النجم جملة رمضان احلى، فيعني دي ممكن تضايق بعض الزملاء، فانصح بتغييرها لشهر الفرحة او تحطوا صورتي جنب رمضان احلى. كده رمضان، محمد رمضان معانا في مدفع رمضان على قناة DMC في رمضان 2025. دلوقتي هو معانا وهيبقى رمضان كريم، وشكله هيعمل حتة حاجة كده انا مش عارفة هي ايه، هنقول عليها طبعا وهتبان خلاص. هي معروفة كده انه في حاجة هيعملها في رمضان 2025 على قناة DMC بعد اذان المغرب، زي حاجه وانا اتوقع ان هو برنامج حاجه كده زي رامز كلال مثلا كده، لان هو مثلا بيجي على اذان المغرب. طبعا هو كده بيقول انا كده خلاص مش حدش هيتفرج على رامز جلال، وكل الناس هتتفرج على محمد رمضان، وده اللي انا اتوقعه مع ان انا بحب رامز جلال جدا. فمش عارفه ايه اللي هيحصل، انتوا تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ وقبل ما اي حاجه يا ريت تشتركوا في القناه وتكتبوا تحت اللهم بلغنا رمضان، وتصلوا على النبي، وتقولوا لي اول مره تشوفوا قناتي ولا لا. وبس كده، باي باي.